مرحبا بكم جميعا، ومرحبا بالسادة العلماء الأفاضل الذين حضروا في هذا اللقاء مستهلين اللقاء الأول مع الإجازة الأولى وفضيلة الشيخ المجاز الشيخ الجبري إبراهيم الشلف الجزري المقيم بولاية الشلف دولة الجزائر، إمام وخطيب بأوقاف الجزائر، وقد حضر من الجزائر خصيصا إلى قرية سنتريس، وبالوجه الأخص إلى العالم المعلم المفوه المثقف فضيلة الشيخ محمد المهيدي خليفة، وقد قرأ على فضيلته وأعطاه الشيخ الإجازة صاحب الأسانيد العالية في القراءات العشر مع الشيخ الجبري إبراهيم من دولة الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح
وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. فقد حضر إلي وشرفني في بلدتي المباركة الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وأن يخرج منها مقرئ القرآن وقراء القرآن وأهل العلم. فقد حضر إلي وشرفني فضيلة الشيخ الجزائري الجابري إبراهيم المقيم في دولة الجزائر، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف الجزائرية، وقد شمر عن ساعديه وأقبل بكليته وقرأ علي القرآن الكريم بالقراءات العشر الصغرى من طريقي الشاطبية والدرة على النحو التالي: قرأ ختمة كاملة بقراءة نافع المدني براوييه قالون وورش من طريق الشاطبية من أول القرآن إلى آخره، ثم علت همته وقرأ علي القرآن ختمة ثانية من أول القرآن إلى آخره بقراءة ابن كثير براوييه البزي وقنبل من طريق الشاطبية، ثم علت همته وقرأ علي ختمة أخرى بقراءة أبي عمرو البصري براوييه الدوري والسوسي من طريق الشاطبية، ثم علت همته وقرأ علي ختمة رابعة من أول القرآن إلى آخره بقراءة ابن عامر الشامي براوييه هشام وابن زكوان من طريق الشاطبية، ثم علت همته وقرأ علي ختمة خامسة من أول القرآن إلى آخره بقراءة عاصم ابن أبي النجود براوييه شعبة وحفص من طريق الشاطبية، ثم علت همته وقرأ علي ختمة سادسة من أول القرآن إلى آخره بقراءة حمزة الزيات براوييه خلف وخلاد من طريق الشاطبية، ثم علت همته وقرأ علي ختمة سابعة من أول القرآن إلى آخره بقراءة الكسائي علي براوييه أبو الحارث والدوري من طريق الشاطبية. فتمت الشاطبية على أكمل وجه لكل قارئ ختمة كاملة، كما قال الإمام ابن الجزري في طيبته: وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة، ولم يقتصر بل قرأ ختمة ثامنة بقراءة أبي جعفر المدني براوييه من طريق الدرة، ثم علت همته وقرأ ختمة تاسعة كما قال الإمام ابن الجزري: تاسعهم يعقوب الحضرمي براوييه من طريق الدرة، وختم الدرة بختمة كاملة للإمام الكبير العلم قراءة خلف البزار من طريق الدرة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الختمات في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه. فهذا الشيخ همام لا يكل ولا يمل من قراءة القرآن،
وقد جاءنا من الجزائر خصيصا لينال الإجازة في قرية سنتاريس المباركة، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وأن يبارك في هذا الجمع الكريم. وقد التمست منه أثناء القراءة همة عالية وإقبالا كبيرا وأدبا جما، واستجازني فأجزته وأذنت له أن يقرأ بها ويقرئ بها بالقراءات العشر الصغرى كاملة أينما حل وارتحل وفي أي قطر نزل. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين وأن يهدينا إلى سواء السبيل. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم والدي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم شيوخ الأكارم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.